اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما رزقت، وبارك لنا في كل خطوة نخطوها في حياتنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد على القناة. الفيديو بتاع النهاردة هيكون مختلف وحلو قوي بإذن الله يعجبكم. هشارك معاكم في التغيير الجديد، وهنركب الستارة وهوريكم بقت عاملة ازاي. فعلا يعني ادت المكان كده لمسة جميلة، وانا فرحانة جدا بيه، برغم ان الستاير زي ما قلت لكم قبل كده ما كانتش جديدة ولا حاجة، وانا بس عملت لها اعادة تدوير. كمان هوريكم في الفيديو بتاع النهاردة خزين رمضان انا وفرت ايه من المشتريات اللي كنت جايباها، وايه اللي موجود عندي، وهقول لكم ناقصني ايه. وكمان هنحضر مع بعض يوم كده لنموذج من نماذج ايام رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يعني هنعمل فطار وهنعمل عصير وهنعمل كمان حاجة حلوة ان شاء الله تعجب. بس لو اول مرة تشوفي القناة يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلتي رمز الجرس علشان كل حاجة بنزلها توصلك بإذن الله، وتنضمي لعيلتنا الجميلة وتبقي اخت من اخواتي. وما تنسوش اللايك علشان اللايك بيدعمني جدا، وكلامكم الحلو بيشجعني وبيرفع من روحي المعنوية. اول حاجة كده كويت الستاير، وتعالوا نتفرج عليها وهي متعلقة. قولولي رأيكم ايه فيها لما علقت الستارتين جنب بعض. في الحقيقة كده استعنت بصديق خرمنا خرمين، يعني ما عملناش حاجة كتير، وركبنا الماسورة. بالمناسبة اشتريت الماسورة كان المتر ب35 جنيه. ادي الستارتين جنب بعض زي ما انتوا شايفين، اكنهم يعني تقريبا ستارة واحدة، ما بانش الفرق قوي في ان هما مفصولين عن بعض. بجد ادوا المكان كده يعني خلوا المكان حلو. انا انبسطت، وكمان الولاد انبسطوا وعجبهم قوي المنظر. ايه رأيكم؟ اكتبولي في التعليقات. كمان تعالوا بقى مع بعض نشوف كده خزين الشهر احنا خزنا ايه، واقول لكم كان عندي ايه، وايه اللي هشيله للشهر دوت هستعمله باذن الله، وايه اللي هشيله في رمضان ان شاء الله نستعمله مع بعض على خير باذن الله. اول حاجه البوكس اللي انا جبته دوت، ده كان فيه الحاجات اللي فاضله عندي من الشهر اللي فات. زي ما انتوا شايفين كده عندي مجموعه من المكرونات، وعندي يعني كيس كده كان فيه بن حلو قوي. فكره ان انت تقفلي الكياس لو اتفتحت بمشبك من مشابك الغسيل العاديه، مش لازم نكلف نفسنا يعني ونجيب المشابك بتاعت ايكيا او المشابك اللي هي منتشرة اليومين دول. يعني بصي اي حاجة كده ممكن تقضي وتوفي بالغرض، خلاص ايه هتقضي وتوفي بالغرض. زي ما انتوا شايفين كده انا حبيت استخدم كمية المكرونة اللي هقدر استخدمها، حطيتها كده تقريبا، وان شاء الله يعني لو احتجت حاجة هشتري بقى خلال الشهر، بس ان شاء الله يعني ما احتاجش اي مكرونات تانية. كمان حطيت الرز، انتوا عارفين انا بستخدم 5 كيلو رز بالتقريب كده خلال الشهر. حطيت برضو اكياس الرز في مكانها علشان البوكس ده هو اللي هستخدمه خلال شهر اللي احنا فيه. اما بقية الحاجات فان شاء الله هتشوفوها معايا، دي هشيلها في بوكس تاني او درج دراجة تاني، يعني علشان تبقى بعيد عن ايدي وابقى عارفة دي حاجة رمضان ودي حاجة الشهر العادي اللي انا بستخدمها. خزيني اللي كان المفروض اجيبه. الجوانتي حلو قوي يا بنات، لو حد يعني عايز، وانتوا عارفين الشتاء والسقعة وغسيل المواعين والتنظيف والحاجات دي حلو، هاتوه. انا كنت جايبه على فكره جوانتي تاني، ويعني عارفه عايزه اقول لكم ان خامته كانت اقوى من ده، هوريهولكم ان شاء الله في فيديو تاني. بس بصراحة كان بيزحلق مني الحاجة وكان وحش جدا، ما عجبنيش خالص. لكن ده كويس، بيمسك كده الحاجة وما بتزحلقش منه وانا بغسل المواعين. الدرج ده بقى ده الدرج اللي انا هحط فيه حاجة رمضان. زي ما انتوا شايفين كده ده كيلو الرز البسمتي اللي انا كنت جايباه قبل كده معاكم وقلت لكم هشيله رمضان، شايلاه من ساعتها. الرز ما شاء الله بقى عندي 2 كيلو من رز الصقر. والكيس الموف دوت او الاحمر ده كان ابني جايبهولي من التموين. وكمان حطيت كيسين من المطبخ اللي جايباهم زيادة، وكان في كيسين دقيق اللي هم كنت شارياهم حطيتهم برضو تحت كده لو شايفينهم، دول كيسين الدقيق. وهحط بعد كده المكرونات الزيادة. ادي عندنا كده 4 اكياس من مكرونة المطبخ اللي هي العقل.
اللي هي الخواتم يعني، وكمان كيس المكرونه الشوربه، لان انا لقيت عندي كيس مكرونه شوربه حوا، فمش هستخدم اكتر من كيس يعني في خلال الشهر. وكمان كيس يعني بصوا ما شاء الله والله كميه حلوه قوي، يعني متهيألي كده والله اعلم ان انا ما افتكرش ان انا هبقى محتاجه اجيب مكرونه تاني خلال شهر رمضان. يعني احنا مش هناكل كل ده. كمان بما ان عندي عدس، هشيل ربع العدس اللي انا شارياه ده هشيله برضو لرمضان. وكمان عندي جزء من السمنة همشي نفسي باللي عندي، وهشيل برضو علبة السمنة دي لرمضان. يبقى انا كده عملت ده البوكس الاحمر ده، والحاجات اللي قدامه دي الحاجات اللي هستخدمها خلال الشهر. اما درج الدراجة ده فده اللي هو بتاع رمضان ما شاء الله اتملى، عايزين بقى نجيب درج تاني ونجهزه لرمضان. كمان انا كان في كيسين دقيق اهم حطيتهم برضو فوق منهم، في كيسين دقيق للشهر ده وفي كيسين دقيق كمان لشهر رمضان زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك يا رب، يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. تعالوا بقى نقضي مع بعض اليوم ده. على فكرة انا كنت مصوراه قبل كده، يعني اللي انا دي حاجات صورتها لكم زيادة مش في نفس اليوم. وانا برتب في الديب فريزر لقيت عندي اخر جزء من السمنة اللي انا كنت شارياها، فطلعتها وقلت اسيحها بالمرة. كمان طلعت مانجا، واحدة مانجا كده، قلت اعملها عصير. يعني انا حبيت اقضي اليوم كيوم رمضاني. ايه اللي هعمله فيه؟ الوقت مادام مجهزه حاجتك مش هتاخد وقت معاكي. مانجا وهي مجمده كده حاولي معلش وتعالي على نفسك وقشريها القشر، لان لو سبتيها تفك القشر ده هيطلع بكتير قوي. لكن بصوا لما هي مجمده القشره بتاعتها ضعيفه وقدرت اخلصها من البذره. المانجا دي كانت اللي هي الكيت، على فكرة أحلى مانجا ممكن تفرزيها. يعني أنا كنت فاكرة إن نعومي، لا بالعكس، الكيت دي بتدي طعم حلو جدا وأحلى من إن أي نوع مانجا ممكن يتفرز. هيقعد معاكي طول الوقت ومش هيجراله أي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده انا عاملة العصير من غير سكر، انا حطيت المانجا والمية وبس. هعمل صنف حلو، الصنف الحلو اللي هعمله من روايح رمضان، هعمل للولاد كنافة. الكنافة طلعتها طبعا من الفريزر زي ما هي مجمدة، برضو هبتدي اكسرها كده، بحط عليها حوالي نص كوباية سكر بودرة مطحون وبقلبه فيها علشان يحمر وشها بسرعة، يعني علشان ما تغيبش وتنشف قوي في الفرن. احنا بنحبها طرية مش بنحبها ناشفة، علشان كده انا بعمل لها تركاية. اولا بحط لها السكر علشان تحمر بسرعة. تاني حاجة لما بتطلع من الفرن بسقيها شربات على طول، هي سخنة وهو سخن، فبالشكل ده هي بتبقى طرية وبغطيها فبتطرى. لكن لو بتحبيها ناشفة خلي الشربات بتاعك يكون تقيل ويكون بارد. بيساعدني بقى بنتي، جت ساعدتني قالت لي اساعد معاكي، قلت لها اعملي. طبعا هي كانت بتاكل الكنافة اصلا نية. كمان عايزة اقول لكم ان انت ممكن تعملي الصواني بالشكل ده وتشيليها في الفريزر مش هيجرالها حاجة، تطلعيها جاهزة يا دوبك على التسوية. احنا على فكرة يا جماعة بنحب الكنافة من غير حشوة، يعني مش دايما بعملها بحشو. وحتى لو حشتيها سوداني، زبيب، اي حاجة، جوز هند، برضو ممكن تحطيها في الفريزر محشية، تعمليها بقى طبقتين وتشيليها في الفريزر. زي ما بقول لكم هي ممكن يعني وصلنا للمرحلة دي انا ممكن مش اسوي الاتنين، انا ممكن اسوي واحدة بس انا يعني هسوي الاتنين واشيلها في الفريزر عادي واطلعها تبقى كويسة. هعمل اكلة سهلة جدا وملهاش مواعين وما بتغلبش وما بتعملش اي حاجة. لحمة وبصل وطماطم وهسويهم في الفرن عيش بلحمة عند الراجل. احنا بنعمل الحواوشي الاسكندراني او العيش بلحمة، يعني لو مش عايزة تعجني في البيت او ملكيش مزاج او اي حاجة ممكن تروحي تعمليه عند الراجل. بس طبعا مش بيتعمل في الفرن العادي. احنا عندنا هنا في اسكندرية في افران اللي هي بتعمل العيش ب2 جنيه، اللي هو العيش الاسمر. بتقلبي بس كل الحاجات دي على بعضها، ممكن تحطي كمان شوية فلفل، ممكن تحطي كمان شوية موتزاريلا او جبنة، ممكن تستبدلي اللحمة برضو ببسطرمة، بصدق، بأي حاجة انت عايزة تحشيها، وبتروحي للفرن بيعملها لك. ممكن تعمليها في الفرن بيخبز عيش اسمر، وممكن تخبزيها في الفرن بيعمل عيش ابيض. بس انا الصراحة عملتها في الفرن اسمر علشان يعني تبقى مشبعة ومغذية واحسن من الدقيق الابيض. يعني خدتوا بالكم من ان حتى الفرن اللي هو الفران والكلام من دوت ان العيش يعني معاه مش مظبوط قوي وطالع مدور؟ عادي جدا،
فما تستصعبيش العجين. لو حابة تعجني يعني وتقولي الشكل مش بيطلع مظبوط، اهو فرن وفران والعيش مش طالع مظبوط ولا حاجة. صبينا عصير المانجا اللي زي ما بقول لكم، جربوا يعني لما يجي موسم المانجا تخزنوا المانجا الكيتو تعملوها من غير سكر. حتى النعومي انا برضو ما بعملهاش بسكر. كل انواع المانجا يعني اغلب العصاير ما بحطش عليها سكر. وادي الكنافه بتاعتنا طلعت. هسقيها الشربات على طول. لو الشربات برد انا بدفيه زي ما انتوا شايفين كده، وبيكون خفيف ما بيكونش تقيل، علشان يفضل الكنافه تفضل طريه. هغطيها واسيبها شويه. بعد كده يعني عقبال ما نعمل كده كوبايه الشاي، جنب كوبايه الشاي قولولي انتوا بتحبوها ازاي. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلتي الجرس علشان يوصلك كل حاجه بنزلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.